السلام عليكم ومرحبا بكم، مرحبا بكل ما كيشوف القناه ديالي وكيشوف الفيديو ديالي. مرحبا بكم كاملين، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على ما يرام. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوه اقتصاديه، حلوه الزنجلان. زوينه بزاف، هشيشه، اقتصاديه اكيد. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا كاس ديال الزنجلان مطحون، وعندي كاس ديال هاد العبار اللي غيدير كميه قليله. انا ان شاء الله راه غادي ندوبل المقادير. كاس ديال الزنجلان ما مطحونش وما محمرش، واحد الخميره وواحد سكر الفانيلا، وعندي 250 غرام ديال الزبده مارغرين، وعندي كاس ديال الزيت وقرفه. اللي بغى ينسم بالقرفه كينسم بها، اللي بغى ينسم بالفانيلا كينسم بها. وعندي الطحين من طبيعه الحال. بالنسبه للمقادير بالضبط انا غنكتبهم لكم في صندوق الوصف. اول حاجه بالنسبه للزبده، ضروري ما كتكون خارج الثلاجه، يعني ضروري تكونوا مخرجينها من الثلاجه باش تطلق مزيان وباش تسهل معكم في الخدمه. اول حاجه كنفرغ كلشي في اللي في البواطه، كنفرغه في القصريه ولا في الاناء فاش غتخلطوا الحلوه ديالكم. وغادي نزيد عليها واحد ساشي ديال سكر الفانيلا. بالنسبه للتنسيم كما قلت لكم، ممكن ديروا القرفه، ممكن ديروا الفانيلا. انا غندير الفانيلا، هي النكهه ديالها خفيفه شويه. غادي نزيد سكر كلاصي من طبيعه الحال. الا غديروا سكر سنيده غادي تطحنوه باش ما تجيكمش الحلوه ديالكم تاكلوا فيها الحبيبات ديال السكر. ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، يعني ممكن ديروا غير كاس تكتفيو به، وممكن ديروا 2 كيسان. المهم السكر على حسب الذوق ديالكم. نخلطوا جميع العناصر كما كتلاحظوا معايا حتى كيولي الخليط على شكل بوماد. نخلطوا مزيان حتى كيتحيدوا دوك الكويرات ديال السكر كلاصي، يذوبوا مزيان. عاد نضيف ان شاء الله المقادير الاخرى. انا ضفت الزنجلان وضفت 2 كيسان ديال زيت المائده. غادي نخلط العناصر كاملين. وبقيه ديال المقادير كنضيفها تدريجيا مع الاستمرار في الخلط من طبيعه الحال.
مرمله وكيجيو فيها دوك الحبيبات ديال الزنجلان. كما يمكن لكم ديروا ليها الكاوكاو ولا اللوز، ولا كاين اللي كيديرها غير بالكوك وكينسم شي فلون ولا شي حاجه. المهم ممكن تدخلوا عليها اضافات كثيره، ممكن ديروا ليها البيض، ديروا معاها الفرماج. انا حاولت نديرها بطريقه بسيطه واقتصاديه 100%، ومن طبيعه الحال كميه وفيره. هي هذه الحلوه ديالي. دابا غادي ندخلها للفران طيب على 170، يعني تكون باش طيب مزيان، تشد في راسها. صافي كنخليها حتى كطيب مزيان. نشعل لها شويه عاود من الفوق حتى كيطيب الفوق وكيتحمر شويه ماشي بزاف. صافي كندوزها في السكر كلاصي. وبالنسبه للزوج ديالي دابا كيعاونني خليت ليه الشكيله، هو قال لك بغا غير شي شكل اللي يكون بسيط، صافي خليت ليه هذاك الشكل هذاك. المهم دارو وحتى هو كيجي فيها زوين. المهم هذه هي الحلوه ديالي. بالنسبه للسكر كلاصي، الا بغيتو ما تهزش لكم بزاف في سكر كلاصي، الا بغيتو ما تهز لكم بزاف سكر كلاصي، الا كتفندوها خليوها حتى كتبرد عاد كتفندوها. الا بغيتو يشد فيها السكر مزيان، فندوها في السكر وهي سخونه. المهم انا فندتها في السكر وهي سخونه باش تهز شويه السكر، تجي بنينه على حساب البنات. ايوا الحليوه ديالي هي هذه.